السلام عليكم، أهلا أصدقائي، أهلا بكم في جولة من جولاتنا. ولازلنا مستمرين في تصفيات الشتوي في الوكالة. زي ما انتم شايفين كده، هنا كان من ناحية الكورنيش كان يوم الحد التصفيات. طبعا التصفيات مش زي الأول طبعا كان أحسن. لأن انتم طبعا عارفين إن احنا داخلين على السيزون بتاع الصيف وكده، فده تصفيات الشتوي. كان هناك يوم الحد زي ما انتم شايفين كده، كان هنا الستاند ده كان ب350 جنيه. كان الجاكيت فيه يعني الستاند ده كان ب350 بس. الستاند ده كان واقف في شارع بولاق الجديد، ده كان محل كان ب350. كان الستاند ده حلو برضو، والسعر برضو كويس برضو بالنسبة للتصفيات. ان احنا في الاخر وكده، هي المفروض تبقى ارخص بس على حسب الستاند. يعني انا كنت مصورة فيديوهات قبل كده كان الستاندات رخيصة، وهنا ب200. كانت الستاندات رخيصة وكانت الحاجة جميلة جدا. بس زي ما قلت التصفيات الناس بتاخد الحاجة طبعا، فالتصفيات اللي بتقعد وكده ما بتبقاش زي في الأول. هنا برضو شارع بولاق الجديد كان عندهم برضو السندات حلوة برضو، ده ب200 جنيه برضو، يعني كويس برضو مش وحش. اهو زي ما انتوا شايفين التسعيرة، السعر على كل ستاند، على كل القطعة مكتوب عليها تمنها. وهنا سعر القطعة برضو ب200 جنيه، ب100 جنيه عفوا، وهنا 75. يعني حبيت اخد لكم كده جولة خفيفة. كان يوم الحد التصوير دوت. طبعا اللي عاوز يروح غير يوم الحد يروح، علشان بحس يوم الحد بيعتمد على سوق الحد. هما بيبقوا منزلين استندات كتيرة في شارع بولاق الجديد. وهنا 350. يعني ده كانت الدنيا، حبيت اوريها لكم في الوكالة آم، عاملة ازاي. هو طبعا عشان عاوزين طبعا ينزلوا الصيفي، احنا طبعا الجو لسه برد، بس هما السيزون بتاع الصيف يعني في محلات بتنزله بدري. العتبة في محلات بتنزله الصيفي، في تصفيات للشتوي بس هما نزلوا الصيفي في مول الصدناوي. يا ريت تشوفوا الفيديو عشان تشوفوا لبس العيد، الجلابات الاستقبال والإسدالات في مول صدناوي. الموديلات نازلة ازاي، الموديلات نازلة حلوة في مول صدناوي. الجلاليب الاستقبال والإسدالات حلوة برضو في مول صدناوي. انتوا عارفين طبعا مول صدناوي بيتميز بالاشكال اللي يعني اللي ليها لمسه كده، والموديلات بتبقى موديلاتها شيك صراحه. في موديلات عندهم ممكن ما تلاقيهاش بره، وفي موديلات بتلاقيها عندهم وبره برضو. فيا ريت تبص بصه كده على القناه وعلى فيديو مول صدناوي لسه منزلاه جديد. دي كانت الدنيا في الوكاله. وطبعا في الوكاله هينزلوا دلوقتي برضو عشان اللبس، عشان العيد برضو هينزلوا طبعا اكيد حاجات في محلات بتنزل لبس كويس. وهنا الجليب دي كانت ب100 جنيه. سعر القطعة من الستاند ده كانت ب100 جنيه. جلابات القطيفة كانت حلوة برضو، يعني بحالتها ما كانتش وحشة ب100 جنيه. هي الجليب دي مستعملة، بس فيها استعمال ممكن يكون استعمال خفيف، او مش عارفة بقى، او مش مستعملة، بس هي شكلها كده يعني ايه، في منها حاجات ممكن تكون بلات. لكن الجلابيات يعني كانت بحالتها. كان سعر القطعة كانت ب100 جنيه، وهنا ب125 جنيه. هنا ناحية الكورنيش. احنا مش ماشيين بترتيب الاستندات ولا ترتيب المكان،
على حسب المقطع. انا بقول لكم المقطع ده انا مصوراه فيه علشان تعرفوا المنطقة ديت فيها الاستندات. ده كان فيه ديفوهات، ده فيه ديفو تقشير، عشان وفي حاجات كويسة في الاستندات. بس انا بحب اوريكم الديفوهات علشان تاخدوا بالكم وانتوا بتنقوا من الاستندات، تشوفوا القطع كويس قبل ما تشتروها. في قطع طبعا يعني بحالتها ما فيهاش اي شيء في الاستندات، وفي ممكن تلاقوا فيها ديفو. ف يا ريت تاخدوا بالكم من النقطة ديت، حبيت اوضحها لكم. ود في الاستندات على فكرة، لو السندات مثلا ب300 جنيه او ب250 جنيه، في قطع فيه تستاهل اكتر من كده، وفي قطع ممكن ما تستاهلش، فبيحطوا ده مع ده. فانتوا طبعا تدوروا في الاستند وتشوفوا القطعة اللي تستاهل السعر اللي مكتوب عليه الاستند. هنا الجاكيت البالتو دوت كان ب350 جنيه، ده جديد، ده مش شغل بنات، لا ده شغلنا احنا هنا مصر. ب350 جنيه البالتو، كان جميل جدا. كان دوت في شارع عش النخلة، بعد ما بتسيبوا قبل ممر زهران بحاجة بسيطة، قبل ممر زهران. المحل ده عنده حاجات جديدة مش مستعملة، لبس خروج. بس سعر البلطو ب350 حلو جدا بالنسبة للسوق ان هو صوف. وهنا ب250 جنيه بدون فصال. دي كانت الحالة اللي موجودة عليها اللي يعني موجودة فيها الوكالة، كان يوم الأحد. وانتوا طبعا عليكم الاختيار. فاللي عاوز ينزل الوكالة ممكن ينزل يعني في الأيام اللي هي الصيام ممكن ينزل. فزي ما انا قلت يعني تنزلوا بدري عشان الدنيا بتبقى مثلا ممكن تكون زحمة، عشان انتوا عارفين طبعا الموسم رمضان والعيد. وده ب200 جنيه، وهنا ب100. وكل عام وأنتم بخير يا رب، وينعاد عليكم رمضان والعيد بالخير إن شاء الله. ويا ريت نخلي كل وقتنا يعني، أو على قد ما نقدر، لذكر الله وطاعة الله في رمضان. يا ريت بلاش التلفاز وبلاش أي حاجة تشغلنا عن قراءة القرآن وذكر الله. انتوا عارفين طبعا رمضان يعني الثانية محسوبة علينا، فيا ريت ما نضيعش وقتنا، غير نستفيد كل حاجة في طاعة الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وهنا الوكالة من ناحية الكورنيش، اللي مش عارف يروح الوكالة طريق الكورنيش، ممر الشبيكة وعش النخلة، هتطلعوا من عند جراج الوكالة على طول. بعد جراج الوكالة طريق الكورنيش، هتمشوا قدام شوية ناحية اليمين في الاتجاه بتاع الجراج الوكالة. اما تطلعوا منه مش هتعدوا الاتجاه التاني، لا، هو الاتجاه اللي انتوا طلعتوا منه هتمشوا على طول في نفس الاتجاه اللي انتوا خرجتوا منه من الجراج. يعني الطريق ما يتوهش، ان شاء الله الطريق يكون سهل عليكم. بواقي الفنادق والاوتيلات والحاجات ديت هتلاقوا هناك. والحاجات اللي هي الفوط القطن والملايات وكوفرتات اللي احنا بنصورها، ده موجودة في ممر الشبيكة. ممر الشبيكة بتدخلوه بقى من ناحية الكورنيش، عشان كده يعني حبيت اوضح لكم الطريق هناك وكده. ده زي ما انتوا شفتوا كده، كان حال الوكالة. ده كان التصوير كان يوم الأحد، زي ما انتوا شفتوا كده. الاستندات بتتراوح من 200 250 وفي 350، بس قليلة أوي 350 طبعا. بيبقى استندات مميزة. كان محل هو اللي حاطط السعر على الاستند. آه، لكن الاستندات فيها حاجات حلوة، بس عاوز بقى ايه يعني يكون عنده صبر ويدور على الحاجة اللي هو عاوزها. ان انتوا ما تزهقوش، ويكون عندكم صبر شوية ان انتوا تاخدوا احسن حاجة في الاستندات. فدي طبعا محتاجة صبر ومحتاجة ان انتوا تدوروا. وفي على حسب، في ممكن ده حظ ممكن او نصيب، ممكن اول استند تعجبكم القطعة اللي انتوا عاوزينها وتشتروها والواحد ما يتعبش. وممكن برضو الواحد يعني يلف شوية لغاية ما يلاقي اللي هو عاوزه او الحاجة اللي تعجبه. يعني طبعا اللبس ده أذواق، وكل واحد طبعا بيدور على المناسب ليه وذوقه. وطبعا دوت كل واحد بتختلف عن التاني ذوقه في اللبس.
أكيد طبعًا كلنا مش نفس الذوق، طبعًا كل واحد بيختلف. في ناس بتحب الحاجات اللي هي الأفورة، وفي ناس بتحب المأفورة، وفي ناس بتحب مثلًا الحاجة الsimple، الحاجة الرقيقة، الحاجة الهادية ما فيهاش حاجات كتير. فده طبعًا بيرجع لذوق الشخص نفسه، وطبعًا كل ما الحاجة